السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشوف ازاي تعمل سكتش او شخبطة بايديك وتطلعها بصورة كويسة عن طريق دالي 3. ده سكتش للنيورال نتورك. قلت له هنا make a sketch like this image. طبعا مش يعني الخط ده يمكن الوحيد اللي غلط، لكن هنا ارى فعلا الكلام بتاعي، الشخبطة بتاعتي مظبوط وكتبها بطريقة كويسة. لو فضلت معاه ممكن يكتبها بطريقة احسن. هنا بار تشارت، كاتب هنا population. لاحظ برضو هنا كتبتها يو وبعدين او، ففي شخبطه شويه. ولاحظ هنا في كلام، موضوع الدرس، اليوم، التاريخ، دي كراسه طبعا، وهنا واي وهنا اكس وهنا شويه ارقام. هنشوف هنا تشات جي بي تي هتقرا الكلام ده وهتطلعه لي بالشكل ده. لاحظ هنا الارقام هي يمكن الخمسه بس شفتت شويه، ما كتبش العشرة. لكن هنا اول بار عند ال20، تاني بار قبل ال15 بشويه، وتالت بار عند ال30 تقريبا، يعني قريب قوي من هنا. وده في حد ذاته شيء كويس. شوف بقى بعد كده اللي حصل. قلت له دلوقتي color the above chart، اديها شويه colors كده حلوين. كتب هنا population برضو، وادى الوان للبارز، وهنا نفس الارقام اللي كتبها قبل كده. انا رسمي على قدي، بس رسمت هنا شمس وعربيه وبيت وشجره. قلت له هنا sketch this image with beautiful colors. بص بقى الاعجاز، خلي بالك في خطوط هنا حطها ورسم لي الشمس والعربيه والبيت والشجره بالوان جميله جدا. قلت له دلوقتي ريموف بيبر لاينز، عايز اشيل اللاينز دي. راح رسمها كده. خلي بالك ان نفس الالوان حطها هنا، وده شيء مبهر الصراحه. فقلت له ريدرو ان كرتون ستايل، فرسمها بالمنظر ده. فهنا قلت له اد بيردز، فزود هنا كمان طيور وسحابه هنا. يعني من الرسمه البسيطه دي للرسمه دي، فتصور انت ممكن ترسم ايه، وتشات جي بي تي يوفر عليك الموضوع ده، انه يطلع لك اوتبوت جميل جدا بمجرد شخبطه او شويه سكتش انت بتعمله. ده بقى كان فيديو سريع ازاي تحول السكتش بتاعك لصوره جميله عن طريق تشات جي بي تي using DALL-E 3. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.